صباح الجمال وصباح النشاط وصباح الحلوية. يلا يا حبايبي، النهاردة جايبالكم روتين حلو جدا جدا للخشب بتاعنا، وهنعيد التدوير بتاعه، وإن شاء الله نصلي على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حبايبي وإخواتي اللي بيتابعوني، يلا بينا النهاردة هنعمل روتين حلو جدا. هنعمل له إعادة تدوير للمنزل النهاردة بتاعنا، عشان كل سنة وانتم طيبين للعيد بإذن الله. كل اللي معاه حاجة نعملوها في وسع الأيام اللي احنا فيها. الأيام دي قاعدين فاضيين، ويعني لسه العيد ما زنكش علينا. تعالى ننظفه وعشان نستمتع ببيتنا نضيف وحلو، ولو نقدر وميزانيتنا تسمح فنروحوا نجيبوا لنا حج بويا زي اللي انا ماسكاه ده. طبعا الفرش انت عدت عليكم قبل كده، فانا الفرشتين دول انا عندي من الاول. النهارده بس جبت هو النهارده حبايبي جبت الصنفره، وعندي البوهيه. طبعا انتوا حج البوهيه ده تروحوا تجيبوه من عند اي كهربائي، ادوات الكهرباء بيبيع البويهات دي والحاجات دي. فالحج دي تعامل كام؟ 135، وحته الصنفره دي عامله 5 جنيه. فانا النهارده عزكم الله عندي باب الحمام. طبعا من يوم ما جبته انا كنت جايباه جديد، بس ما دهنتوش. لما ميزانيتي بيجت معاه فلوس كده وحبيت يعني بظبط. يعني كل ما ابقى معايا انا اللي بعمل حاجه بايدي، ما بجيبش حد في البيت. حتى البويه بتاعت البيت انا اللي مبيضاها يعني انا ولادي. اجيب جردل البويه، وانا وريتكم قبل كده انا وبعمل نظافه للمطبخ. يعني اجيب لو هي حاجه يعني جامده، اما الحاجه البسيطه دي انا بعملها انا وولادي انا وجوزي. كهرباء حاجات البسيطه دي احنا بنعملوها بصراحه. فالنهارده انا عندي باب الحمام ايه، يعني حسيت ان هو عايز يتبيض خلاص، انا عايزه ابيضه واعمل له تجديد كده، عشان هو ايه ده جنب المطبخ بتاعي. فانا عايزه اعمل له توضيب كده وتنظيف من بره ومن جوه، ونهيئه المنظر بتاعه كده، ونرجعه جديد ونضيفه حلو. الايد بتاعت الحمام طبعا انتوا عارفين لما العيل بيبقى راح يغسل ايده فيها دهون ولا حاجه، فالحته دي دايما وابدا تبقى متوسخه. لما تيجوا تبيضوا بعد دي، طبعا البويه دي بلاستيك، زيت. البويه دي زيت، فخلق فيها كرول نروحوا مسحين. تجيب الفرشة ايه نكبه منها في الطبق زي كده، وبيتغسل يا جماعة الطبق المعلقة. أي حاجة هتتوسخ معاكم من الحاجة دي بتتغسل عادي، وبغسل الفرش بعد ما بخلص، ما كأني مفيش حاجة يعني. ف هنبيض ازاي يا حبايبي؟ بنكب شوية من البرطمان، ونروحوا كابينه في صحن كده عشان نتملك بيه وما يتهدرش. ونمسك الفرشة بتاعتنا الكبيرة اللي أنا وريتها لكم، من فوق لتحت أو من تحت لفوق. من فوق يعني من تحت لفوق، من تحت لفوق، تخلي الخشب يشرب معاكم. وانا بصراحه مش مرضيش احط له غاز ولا اي حاجه، يعني ازود معايا الكميه واخليها سايبه. لا، انا خليته تخين معايا عشان عايزه ادي وش واحد او وشين، عشان ده جديد. لازم يعني ياخد ويشبع، يعني ياخد البويه ويشبع معايا. فلما يكون عندك باب جديد كده لازم ياخد وشين 3. فانا عشان البويه ما زودتهاش اي حاجه تخففه، فمعايا يعني تخين. فاول فرشه بتاخد الباب بيشرب، وتفضل معايا اللمعه بتاعت الباب. بصوا، وتجيبوا طبعا انا عندي القلم، الفرشه اللي اسمها قلم، بتجيبيها تقول له عايزه القلم دي، نسقوا بيها بقى الحواشي دي، ونسقسق بيها الحتت المفتوحه دي اللي بتبقى ايه، اللي هي مش عايزه تجيبها الفرشه الكبيره. خلصت الباب وحلق الباب، حتى حلق الباب انا بيضته ونضفته من بره ومن جوه، خليته فله فله شمعه منوره. استاهل احلى لايك ولا ما استاهلش؟ بستاهل مشاهده كامله، عشان في مفاجاه مخليها لكم هنا اخر الفيديو ان شاء الله. هتفاجئ بيها اصحابها وحبايبها اللي من سنها. طبعا انا ده مش ازاز يا حبايبي، اللي انا حطاه في الباب ده مش ازاز، ده اسمه فل بلاستيك. فل بلاستيك كنت حطاه في الباب بدل الجزاز، عشان انتوا عارفين انا عندي ولاد صغيره وبيفتحوا بيقفلوا على طول في البيبان، فانا خفت يتكسر، يعور عيل، يعور حاجه. فانا جبت فل بلاستيك زي ده، ما بيتكسرش وما بيتأثرش منه اي حاجه.
لقيته بقى يتوسخ، رحت قلت والله لا ندهناه بالمرة، وبصراحة لقيت شكله حلو بعد ما اتدهن. بصوا المنظر، هتشوفوا في المنظر في الآخر. مسكت الباب كله بيضته زي ما انتوا شايفين، ومن جوه برضو عطيته وش نضيف كده وبيضته. الباب لما تيجي تبيضيه بيشد، والخشب بتاعه بيشد، وبيبقى معاكي بدل ما هو خفيف بتحسيه بيتقل كده، حتى ما بيتأثرش بمية ولا أي حاجة. ف... فأنا بيضته دلوقتي يا حبايبي وجددته، وعايزين ندي لنفسينا باور كده وجرعة نشاط. معاك أي حاجة تعمليها بإيدك، وأنا طبعا ليا فيديو تاني كنت بعمل بيه برضو خشب، ما شاء الله كان جايب نسبة مشاهدة عالية جدا، وإن شاء الله ده متعشمة فيكم خير بإذن الله. بصوا الجمال، بصوا نظافة، بصوا الأول وبصوا دلوقتي، وكمان لما نشف. يعني أنا كمان، يعني أنا صورت دلوقتي وهو ما كانش نشف، يعني بصوا عامل إزاي، وبصوا دلوقتي وما كانش نشف. والله لما نشف بيجي ما شاء الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيجي جميل جمال عسل. نور لي الحتة كلها، وإن شاء الله هبيض الطرقة وهبقى أوريكم المنظر في الآخر. طبعا هنا حبايبي جايبة إيه، جايبة جيلاتي بالبيستاشيو 25 جنيه. ماشي يعني، فجايباها ب25 جنيه يا جماعة. جايبة النهاردة على أساس هي تعبت معاي في البيت، اكريني يا ماما بقى، اديني بقى كراي. طب عملت ايه والنبي هي في البياضة؟ الكنافة والبيستاشيو وفي حبة شوكولاتة مكسرة. ايوه هي زي ما قالت لكم كده بالظبط، فيها كنافة وجيلاتي وبستاشيو من فوق ومكسرات وشوكولاتة. فحبت ايه من الشوكولاتة دي من فوق، وكنافة برضو فيها جيلاتي. فحبت ايه بقى النهاردة توريها لكم، هو لسه طالعة ترند يعني وجديدة، فحبت توريها لكم وتقول لكم ايه رأيها، ايه رأيكم في ايه رأيها فيها. بس طعمها كان حلو قوي قوي بصراحة يعني. بتقول لكم طعمها حلو وجميل. بصراحة كانت جميلة، فاضطرينا ان احنا نجيب لاخواتها الباقيين، هعمل ايه؟ ربنا يخلينا ويخلي لكم يا رب، وفرحنا بولادنا ويرزقنا رزقا حلال مبارك فيه، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع الف سلامة حبايبي.